يستر عيوبنا على الفاتحة على من أسلافنا الحبيب على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسير كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه.
يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا أقدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا أقدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبعوث في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضوى علي علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسم صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرجت برد العوالم بالطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه لأضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله وهو عليه من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم
الرحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه بالصدور من الإيمان قواعد وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفره. عدد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصجره المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهم به ويتبع بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه. صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بمطر استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا
كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الهروف من يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسنة في بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين فترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدوين ما عبدت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطيب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب. وبلا السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيم. مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك
شمس قد محى
حبائب وشربنا من صفانا بك من أحلى المشارب مرحبا فلربي حمد حمدا جل يحصي يحسي مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب مرحبا يا كريم يا كريم يا رحيما جد وعجل بالمطالب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا توجهنا وبابي مرحبا مرجع من ذاك خائف مرحبا واغفري واغفري ذنب عبد قد أتانا وكتائب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفادوا الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله قبل أن خلق الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وسلم بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها وعمل برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهر بعد تنقله في البطون والظهور وذرم في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وطي هذا الحبيب عليه السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيم صلى الله عليه وانطر الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وسلم. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه وسلم
أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا عبانا بوجود المصطفى الهدي محمد
وسلام عليك صلوات الله عليك وأهل الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود آمين نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة اللهم صل على محمد. أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا هذا عالي الله ذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اعتناؤه بثيابه وهيئته بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت والزين الحسن من شامل الأنبياء وخصالهم الأصلية وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء ولذلك هو أنظف خلق الله بدنا وثوبا وبيتا ومجلسا وفي الحديث ما رأينا مثل هذا الرجل ولا أحسن منه وجها ولا أنقى صوبا وكان صلى الله عليه وسلم يتجمل ويحس على التجمل ويقول ويحث على التجمل ويقول إن الله جميل يحب الجمال وكان يراعي الأحوال والمناسبات وإذا جاء الوفود كان له حال آخر في مقابلتهم
فيتجمل بثوبه وبجبته أو بما هو حاضر لديه مما يناسب القادم وحاله وإذا جاء العيد لبس حلة مما يناسب القادم وحاله وإذا جاء العيد لبس حلة مخصوصة لذلك وكذلك الجمعة وكان يأمر بذلك ويقول أحسنوا ثيابكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ويقول حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ويقول إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه ويقول إن من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن تعرض الثياب للوسخ ويأمر برفعها عن الأرض يقول ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. I'tina'uhu, perhatiannya Nabi bithiyabihi terhadap pakaian-pakaiannya Nabi, wa hayatihi, dan bentuk-bentuk daripada perlakuan Nabi. Bayyana Rasulullah SAW anna hussas samti, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merangkan kepada kita bahwa husna samti wa zai, memperhatikan penampilan yang bagus itu min syama'ilil anbiya, adalah termasuk sifat-sifatnya para nabi, perilaku-perilaku para nabi. Wa khisalihimul asilah, itu adalah juga perangai-perangai Nabi SAW yang betul-betul mendasar. Karena begini, seorang da'i itu harus penampilannya bagus. Kalau penampilannya kotor, orang yang diajak tadi itu nggak mungkin akan tertarik. Karena itu Allah pilih para anbiya itu wajahnya tampan-tampan, tidak ada wajah jelek para nabi itu. Para nabi itu, dia tadi itu adalah paling rapi nih, Ustaz Sam ini rapi, bajunya rapi, sikapnya rapi. Para nabi itu tata bahasanya juga bagus. Begitulah da'i seharusnya. Karena itu kalau dulu nggak ada kaca, Pak, nggak ada kaca. Nabi itu kalau mau keluar tampil itu melihat ke air yang jernih. Lihat, walaupun Nabi itu dengan tampil model apapun ya tetap ganteng, Pak. Lah kita ini kalau tampil keliru sedikit ya sudah. Itu begitu, saudara. Karena itu kalau apa namanya berdakwah harus dipersiapkan. Misal, karena itu Nabi SAW Allah bentuk terbaik ya. Kotor matanya misalnya, orang mau ngelihat dia enek. Bau mulutnya misalnya, orang mau mendekat juga enek. Pakai minyak wangi, bajunya ngerapi, kemudian menyampaikan dakwah yang bagus. Begitu seharusnya seorang dai tadi itu. Itulah dikatakan syama'ilul anbiya, itu merupakan sifat-sifat para anbiya dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sifatnya para nabi, Nabi Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sayyidul anbiya, nabi itu adalah pemimpin dari para nabi. Walidzalik fa huwa afdhal khalqillah badanan wa thawban wa baitan wa majlisa. Karena beliau pemimpin para nabi, maka sepatutnya beliau adalah menjadi nabi yang paling bersihnya makhluk Allah, secara badan, secara pakaian, secara rumahnya, bahkan majlisnya Nabi SAW wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya begitu, nggak acak-acakan, saudara, nggak acak-acakan. Karena itu dalam hadis dikatakan
ma ra'ayna mithla hadzal rajul wala ahsan minhu wajhan wala anqa thawba. Aku belum pernah melihat orang seperti ini, laki-laki ini. Dan tidak ada yang lebih bagus daripada dia. Tampannya luar biasa. Tidak ada yang lebih bagus wajahnya daripada beliau, dan tidak ada yang pakaian yang lebih bersih daripada beliau. Badan bagus, bodinya baik. Kemudian jadi ada orang itu Pak, kadang-kadang bodi nggak bagus, ditutup baju yang bagus, gendut dikasih baju yang kembor. Nah, itu apa namanya? Itu ketutup dengan pakaiannya. Nabi itu kalau sudah dibuka bajunya itu adalah betul-betul nampak bagus sekali bentuk tubuhnya. Terus pakaiannya bagus, terus bersih badannya, wangi baunya. Masya Allah. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam yatajammal. Nabi itu bersolek, artinya mempersiapkan. Tajammal ya, imamahnya diatur, pakaiannya diatur, warnanya juga diatur, semuanya diatur. Yatajammal. Pakai celak, walaupun Nabi tanpa celak sudah bercelak wajah matanya Rasulullah SAW. Pakai parfum, walaupun Nabi tanpa parfum sudah baunya wangi. Ini mengajarkan kepada umatnya. Pakai siwak, walaupun tanpa siwak bau mulutnya Rasulullah itu adalah sangat harum. Tapi itu ngajari umatnya yatajammal. Yatajammal. Wa yahussu ala tajammul. Dan Nabi menganjurkan umatnya untuk tajammul, untuk bersolek. Yahuttu, hatha yahuttu itu mutaaddi sudah. Bukan hatha yahuttu. Wa yaqul innallaha jamilun yuhibbul. Kemudian Nabi SAW menyatakan Allah itu indah, senang dengan keindahan. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Karena itu kalau buat sesuatu itu jangan acak-acakan. Yang indah, yang rapi, gitu lah. Kita kadang-kadang nggak begitu, jadi uang itu. Ini secara zahir, secara batin juga harus dong. Jangan nanti bau badannya wangi tapi hatinya busuk. Jangan pakaiannya bagus tapi hatinya kotor. Jangan. Ini secara zahir, juga itu secara batin. Wa kana yura'il ahwal wal munasabat. Nabi itu perhatian dengan keadaan dan apa munasabat itu ya, yang cocok, yang pas, ya, kepantesan, bolehlah kepantesan gitu. Jadi ceritakan di sini, idza ja'al wufud kana lahu halun akhar fi muqabalatihim. Kalau ada rombongan datang kepada Rasulullah itu dihadapi dengan keadaan macam-macam sesuai dengan mereka. Misal yang datang adalah pedagang. Nabi SAW penyambutannya lain, omongannya sesuai dengan mereka semuanya. Yang datang adalah pejabat. Nabi juga begitu, cara nasihatnya lain. Yang datang tadi itu orang awam, juga diterima sama Nabi SAW. Kadang-kadang anak-anak juga begitu Nabi SAW. Karena itu orang itu kalau cerdas itu disesuaikan dengan yang dihadapi. Karena itu kalau ada orang misalnya dai omongannya terlalu tinggi, makrifat, padahal yang dengarkan orang belum kenal wudu, itu bukan cerdas Pak. Bukan cerdas itu namanya. Itu sama dengan mengajari anak kecil tentang berhubungan intim sama istri. Nggak ngerti, anak kecil itu senangnya permen. Karena itu kalau cerita sama anak kecil, jangan Anda yang tidak dicerna oleh akalnya. Karena itu dikatakan mahaddatsa qaumun mahaddatsa ahadun qauman lam tablughu uquluhum kanat fitnatan alaihim atau kama qala. Tidak ada seseorang berbicara dengan satu kaum yang tidak bisa dicerna oleh akalnya akan menjadi fitnah, itu bukan hikmah. Ini gara-gara sekarang misalnya cerita keramat, orang nggak ngerti wudu Pak, nggak ngerti akidah. Akhirnya disamakan khurafat.
Padahal karomat dalam Al-Quran juga ada. Di dalam Al-Quran juga ada, dalam hadits juga ada. Ini yang nggak beres yang ngomong. Kenapa? Ini ngomongnya sama siapa? Nabi itu yura'il ahwal wal munasabat. Oh ini sekarang misalnya ada acara maulid. Yang diceritakan ya keadaan Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Kalau ada acara misalnya orang meninggal, ya yang diceritakan tentang mati, bagaimana husnul khotimah, su'ul khotimah dan lain-lainnya, kan begitu. Munasabat. Segala hal itu harus disesuaikan. Nih banyak yang keliru nih, banyak yang keliru. Contoh. Ada acara pernikahan. Ada qari baca Quran. Yang dibaca qu anfusakum wa ahlikum nara wa guduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun ya sunallah. Ini azab neraka yang ceritakan. Ini orang enggak cerdas. Kenapa? Enggak munasabat. Ini munasabat senang, ya cara ya, bacakan yang senang. Nanti acara maulid yang dibaca wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqabihi. Maulid itu kelahiran Nabi, kita bahagia. Ini ceritakan matinya Nabi. Kalau Nabi itu mati atau dibunuh dan seterusnya, lah ini kan enggak sesuai dengan munasabat. Acara misalnya acara nih bagi yang kesidah nih, ya misalnya acara perkawinan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu jangan acara perkawinan. Ini karena itu mura'atul ahwal dan munasabah itu penting, ya. Nah, ini menunjukkan kecerdasan orang. Nih dalam acara ini kalau lihat segi pakaian Anda bisa tahu, Pak. Oh ini orang tidak cerdas nih. Lihat cara duduk aja bisa tahu orang. Oh ini nggak cerdas nih. Dengan cara bicara aja, oh ini orang nggak cerdas. Takalam tuh araf. Inti ngomong orang akan tahu siapa inti. Kadar ilmunya inti, kadar kecerdasannya akan bisa tahu. Inti dalam bersikap ini bisa tahu. Maulid misalnya di sini baca maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad konon bi asbaki cekakak cekiki rokokan. Nah ini orang tidak jelas nih. Ada apa ngadakan maulid? Ada apa ngadakan maulid? Enggak usah ngadakan maulid. Ente kasih cekakak dari situ selesai. Nah kalau maulid ta'zim kepada Nabi. Ini semuanya akan bisa terbaca. Ini orang akalnya sampai di mana bisa terbaca. Karena itu Nabi SAW adalah yura'il ahwal wal munasabat. Ya, itu saatnya khusyuk, saatnya zikir, saatnya sholawat, saatnya baca Quran. Ya, saat baca Quran, ya, semuanya tadi itu ada dicocokkan, dipersiskan. Panjang ini nanti. Ya, panjang nantinya ya. Kalau pakaian untuk misalnya hadir perkawinan, jangan pakai pakaian peperangan. Kan gitu ya. Ini juga mura'atul ahwal wal munasabat itu. Oh ya. Nah, kan acara ada di pondok. Ya jangan disamakan dengan acara yang lain. Ada kan misalnya haflah imtihan untuk madrasah. Ya ada kan yang bagus-bagus. Nanti panggil bencong-bencong misalnya. Ini orang tidak cerdas. Tidak ada mura'atul ahwal wal munasabat. Panjang ini nanti wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الذكر من درار الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الهامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك أرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك بربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تؤيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.